الدنيا مليانة مشاكل والله العظيم. الدنيا مليانة مشاكل وبلاوي سودة. واحدة يا ولادي بتقول أنا ما كنتش بصلي ولا يعني مش مواظبة على الصلاة ومش بتقرأ قرآن. بتقول ايه، جهدت نفسها وكانت عندها مشاكل كتيرة قوي. كانت على طول تعبانة، كانت على طول مش قادرة تعمل اي حاجة، بتتعصب على ولادها بسبب وبدون سبب، وبتقعد تضربهم ضرب قاسي. علاقتها بجوزها بأهلها كانت وحشة قوي. يعني حياتها كانت بايظة خالص. فبتقول كده سبحان الله، من أول رمضان جهدت نفسي وواظبت على الصلاة وواظبت على قراءة القرآن، وكنت بقرا، ربنا هداني ان انا اقرا سورة البقرة كل يوم. بتقراها كل يوم سورة البقرة، ولدرجة ان هي حفظتها. وبتقول والله، بتقول بعد ما حفظت سورة البقرة بأسبوع، جوزي بيفتح الدولاب بيدور فيه على حاجة، لقى ورقة كده فيها حاجات غريبة جدا، شكلها وحش قوي، ولقى فحم وتراب وحاجات كده غريبة جدا. لما سألت قالوا لها ده سحر. بعد ما حفظت سورة البقرة بأسبوع لقيت الكلام ده. فالمهم اتخلصت منها، وبعدين بقت حياتها افضل بكتير جدا عن الاول، هديت والحمد لله التعب اللي فيها ده راح، وبقت حياتها زي الفل. بس بتقول بعدها بفترة يعني كبيرة ابتدت تتعب تاني، وابتدى الارهاق والتوتر اللي هي كانت فيه يرجع لها تاني. علاقتها بجوزها اتوترت، بقى في مشاكل. وبتقول هي ما زالت مواظبة على سورة البقرة، بس بتقول بقيت ايه بقرأها وانا ما فيش عندي حماس زي الاول. وبتقول كل ما تيجي عندي سورة الكرسي بتقعد تعيط وتحس بخنقة، وتحس ان هي تعبانة جدا. ركزوا في الكلام، كل ما تيجي عند سورة البقرة، سورة الكرسي، بتحس بخنقة وبتقعد تعيط. فاتصلت شيخ كريم وسألته. فيعني ايه، اهلها قالوا لها لازم تروحي لواحد، ممكن الموضوع ده اتجدد تاني ومش عارفه ايه. فهي بتسأل بتقول ينفع يعني، هل إيه مش حرام عليا ان انا ألجأ لشيخ او ألجأ لحد يحل لي الموضوع ده؟ شيخ رمضان عبد الرازق هو اللي رد عليها. بس انا ما ينفعش انزل الفيديو عشان حقوق الملكيه والكلام من ده. قال لها ايه؟ قال لها الشيخ هيعمل لك ايه؟ الشيخ هيقرا قرآن، انتي معاكي القرآن، يعني كلنا نقدر نقرا القرآن في البيت، مش لازم حد يقراهن. بالعكس، ده انا لما اقراه انا هستفاد بيه اكتر وهحس بيه اكتر. فما ملجأش لحد، ملوش اي لازمه، القرآن معايا. فقال لها انتي تواظبي على قراءة القرآن، واتكلم بقى على جمال سورة البقرة والفوائد العظيمة اللي في سورة البقرة. بيقول وبتقول هي ما زالت مواظبة على سورة البقرة، بس بتقول بقيت ايه بقرأها وانا ما فيش عندي حماس زي الاول. وبتقول كل ما تيجي عندي سورة الكرسي بتقعد تعيط وتحس بخنقة، وتحس ان هي تعبانة جدا. ركزوا في الكلام، كل ما تيجي عند سورة البقرة، سورة الكرسي، بتحس بخنقة وبتقعد تعيط. فاتصلت بشيخ وسألته. فيعني ايه، اهلها قالوا لها لازم تروحي لواحد، ممكن الموضوع ده اتجدد تاني ومش عارفه ايه. فهي بتسأل بتقول ينفع يعني، هل إيه مش حرام عليا ان انا ألجأ لشيخ او ألجأ لحد يحل لي الموضوع ده؟ شيخ رمضان عبد الرازق هو اللي رد عليها. بس انا ما ينفعش انزل الفيديو عشان حقوق الملكيه والكلام من ده. قال لها ايه؟ قال لها الشيخ هيعمل لك ايه؟ الشيخ هيقرا قرآن، انتي معاكي القرآن، يعني كلنا نقدر نقرا القرآن في البيت، مش لازم حد يقراهن. بالعكس، ده انا لما اقراه انا هستفاد بيه اكتر وهحس بيه اكتر. فما ملجأش لحد، ملوش اي لازمة، القرآن معايا. فقال لها انتي تواظبي على قراءة القرآن،
واتكلم بقى على جمال سورة البقرة والفوائد العظيمة اللي في سورة البقرة. بيقول في سورة البقرة: إن أخذها بركة. يا سلام، بركة في العمر، بركة في الرزق، بركة في الأولاد، بركة في المال، في الدنيا، في الآخرة، في كل شيء. يعني ما حددش حاجة، لا، بركة عموما في كل شيء. ده ايه النعم اللي احنا فيها دي. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناة. وإن تركها حسرة، حسرة للي يسيبها، فايته فوائد عظيمة جدا. يعني ايه المشكلة لما نقرا سورة البقرة كل يوم؟ انتوا عارفين سورة البقرة تتقري بس في ساعة الا ربع، ساعة الا ربع بس، يبقى انت قريتي سورة البقرة في يوم. يعني احنا بنمسك التليفون بنفتح الفيس بنقعد 3-4 ساعات كده، والوقت بيعدي هوا يعني، وما عندناش مشكلة. يعني تقريبا نص اليوم ضايع في الفيس والانستا والكلام ده كله. فايه المشكلة لما ناخد بس ساعة الا ربع منها نعمل حاجة مفيدة ونقرا سورة البقرة، ويبقى كده ايه عملنا؟ يعني ربنا يجيب لنا هالة كده علينا تحفظنا من كل شر. حاجة بسيطة قوي بس ليها فوائد عظيمة. وكمان من فوائدها: فلا تقربوا السحرة. لا، فلا تقربها البطلة. البطلة اللي هم السحرة. يعني طول ما انت بتقري سورة البقرة مفيش اي سحر هيجي يقربلك، ولو في اي حاجة وحشة بعون الله هتتفك برزق سورة البقرة وبكرم سورة البقرة، هتحفظك من كل شر. فلا تقربها البطلة. لا سحر هيجيلك ولا حسد هيقدر يخترق الهالة دي ويوصلك. مفيش الكلام ده كله، انت متصانة محفوظة من كل شر. بسبب ايه؟ بسبب سورة البقرة. فالموضوع بسيط قوي. فالمهم فهو قال لها ما تروحيش لأي حد، عليكي بسورة البقرة كل يوم زي ما انتي، ونجاهد نفسنا، نحاول حتى لو احنا في شوية أذى بعون الله سورة البقرة هتبعد عننا الكلام ده كله. يبقى سورة البقرة والأذكار، أذكار الصباح والمساء 5 دقايق بس في اليوم. هنخلص الأذكار 5 دقايق نقولها أول ما نصحى وقبل ما ننام، أو الصبح وبالليل. أذكار الصباح والمساء 5 دقايق بس في اليوم، 5 دقايق الصبح و5 دقايق بالليل. والله وقت مننا بيضيع كتير قوي في اليوم واحنا ما بنستفادش منه بحاجة. على الأقل يعني ايه، شوية كده وشوية كده نمسك العصاية من النص، نقول حاجات، نعمل حاجات مفيدة في يومنا، يبقى فيه حاجة مفيدة في يومنا، وبرضه نعمل اللي احنا عايزينه. مش مهم. فالقراءة سورة البقرة كل يوم والأذكار كل يوم. وعلى طول بقى ايه، الواحد وهو واقف مثلا بيطبخ، بيروق الشقة، بيعمل أي حاجة، ايدك شغالة ولساننا شغال، لساننا شغال بالذكر. سبحان الله سبحان الله الحمد لله. نصلي على النبي، وجمال وعظمة الصلاة على النبي وفوائدها. يعني انت لو ليكي اي امنية ونفسك في اي حاجة، صلي على النبي. افضلي طول ما انت قاعدة كده فاضية صلي على النبي مثلا 1000 مرة في اليوم. يعني ما تفتكروش ان 1000 ده حاجة كبيرة، لا، واحنا قاعدين كده لساننا شغال اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. والله العظيم يعني انا مجرباها كتير قوي، بتعمل لك اللي انت عايزاه. اي حاجة امنية نفسك فيها هتحصل ببركة الصلاة على النبي. فبقنا شغال، قايلين سورة البقرة، قايلين الأذكار، لا يمكن، مستحيل أي حاجة وحشة تقرب مننا. الواحد محفوظ من عند الله بالحاجات البسيطة دي كلها. وبالنسبة بقى ان الدجال بيأذي حد والكلام ده، مفيش الكلام ده، كل دي اوهام. يعني حتى ربنا قال فسحروا اعين الناس. ساعة قصة سيدنا موسى لما كان واقف قدام فرعون وبيتحدى السحرة بتوعه، والسحرة رموا حبال، والحبال دي اتحولت لتعابين. ربنا قال سحروا اعين الناس، يعني سحروا النظرات بتاعتهم، لكن هي حبال زي ما هي، الحبال ما اتغيرتش، هي ما زالت حبال، بس هم سحروا اعين الناس، فهم بيوهمونا بحاجات. فالوهم ده يتشال بايه، ووساوس الشيطان دي تتشال بايه؟ تتشال بالحاجات اللي قلنا عليها البسيطة دي. وربنا يا رب يحفظنا كلنا من كل شر.